زمان التقيت بطفل عمره 12 سنة. هذا الطفل كان حزين وقاعد لحاله. جيت لعنده قلت له عمي ليش حزين؟ قال لي أبوي استشهد من يومين ضربته الطيارة. بالصدفة كان رفيقه وابن حارته بأول الحارة تقريبا. أبوه معتقل من حوالي شهر، ما حدا بيعرف عنه طيب أو ميت، يلي بيعرفوه إنه اعتقلوه من أول حمص، بس ما حدا بيعرف عنه شي. فصرت أواسي مصيبة ابن الشهيد بمصيبة ابن المعتقل من سخرية القدر. قلت له معلش بتضل انت ارحم من رفيقك، انت ابوك بتعرفه راح الجنة مع الحور العين الله يتقبله من الشهداء. اما شوف ابوه ما بتعرف عنه شي، ما بتعرف طيب ميت، ما بتعرف انه عم يتعذب او لا. فهذا الموقف ضل مزروع ببالي، وكتبت الانشودة هي يلي هي موجهة لابن المعتقل وابن الشهيد. ما لك تناظر يا أسادنا المقتبل، درع الشهادة أبوك فاز وارتحل، واسير رفيقك وحده يبكي بزعل، ينطر بصيص عن أبوه المعتقل. يا ولادي ثورتنا ويدها رجال قدامي، قوموا نغير الحال، يلا نغير الحال. شما طال ظلم واستمر باكر نظام يزول، لابد تشرق شمسنا ولا عتم ليل يطول. انتو الامل من عقبنا والحزن مو مقول، انتو الامل من عقبنا وحزننا مو مقول. يا شبالي ما تنداد، يا شبالي ما تنداد، يا شبالي ما تنداد. فاح العطير يوم النزاف دم الشهيد، صاح الأسير من جوا سجنا لا تحيد. يا ولادي هي دنيا وكنا نموت ردادي، حرية بأعلى صوت، حرية بأعلى صوت. شما طال ظلم واستمر باكر نظام يزول، لابد تشرق شمسنا ولا عتم ليل يطول. انتو الامل من عقبنا حزنينا مو مقول، انتو الامل من عقبنا حزنينا مو مقول. يا ورودي ما تذبح، يا زهوري ما تذبح، يا ورودي ما تذبح، يا زهوري ما تذبح، يا ورودي ما تذبح، يا شبالي ما تندى. مالك تناظر يا أسادنا المقتبل، درع الشهادة أبوك فاز وارتحل، واسير رفيقك وحده يبكي بزعل، ينطر بصيص عن أبوه المعتقل. يا ولادي ثورتنا ويدها رجال قدامي، قوموا نغير الحال، يلا نغير الحال. شما طال ظلم واستمر باكر نظام يزول، لابد تشرق شمسنا ولا عتم ليل يطول. انتو الامل من عقبنا والحزن مو مقبول، انتو الامل من عقبنا وحزننا مو مقبول. يا شبالي ما تنداد، يا شبالي ما تنداد، يا شبالي ما تنداد.